بنفس الجزء الأول من ويمكنتي. بعد نشرت الأخبار المسائية الجزء الأول كان قد عرض خلال شهر رمضان الفائت، وحقق حينها نسبة مشاهدة عالية جدا. العمل من كتابة كلوديا مارشاليان ومن إخراج سمير حبشي، ومن بطولة نخبة من وجوه دراما نذكر منهم ريثا حايك، كارلوس عزار، بقول دانيال وجويل داغر التي لن تطل الجزء الثاني من العمل. وعلمنا إن ممثلة جديدة ستحل مكانها في الجزء الثاني، وهي ملاك الحاج التي ستلعب دور خطيبة الممثل كارلوس عزار الذي يقع في الجزء الأول بحب زوجة أبيه. نشير أن فريق عمل ويمكنتي بجزئه الثاني انتهى من تصويره منذ عدة أيام، وسيشهد الجزء الثاني تطورات كثيرة وأحداث مشوقة على أن ينطلق العرض مع بدء شهر رمضان المقبل.